بسم الله الرحمن الرحيم. هاقول لك على سر النجاح، إزاي تنجح في حياتك، وخصوصًا أنا هاكلمك على الجانب المهني، الشغل، الbusiness، لأن ده اللي بيمثّل جزء كبير من كيان الإنسان. فطبعًا أنت بيبقى مهم جدًا بالنسبة لك إن أنت تبقى ناجح في شغلك وتكون شغّال حاجة بتحبها، مش شغّال أي حاجة. آآ أنا بقى لي 25 سَنة شغّال في السوق، بدأت شغلي كموظف عادي جدًا، آآ كبرت في المناصب، أصبحت مدير لخدمات عالمية، بادير 9 بلاد، كان عندي مديرين هنا في مصر ومديرين في أوروبا، سِبت شغلي، فتحت شركة والحمد لله رب العالمين الشركة دلوقتي أصبحت شركتين. طبعًا كل ده بفضل من ربنا، كل النمو ده بفضل من ربنا وبسر النجاح بقى، إيه هو سر النجاح؟ العقل. العقل هو اللي بيدّيك الوسع اللي تقدر من خلاله تنمو، العقل هو اللي يقدر يدّيك الرؤية، العقل هو اللي يقدر يعمل لك استراتيجية، العقل هو اللي يقدر يدّيك خطة تشتغل عليها، وهو اللي يقدر يحقق لك الأهداف. العقل هو تقريبًا كل حاجة، العقل هو بداية كل شيء، العقل ده هو اللي بيعالج البيانات والمعلومات اللي بتيجي من الدنيا، وبيبدأ يعمل لها processing زي الكمبيوتر كده، المخ بيستقبل الكلام ده كله، والعقل يبدأ يتعقل، وتحصل عملية الفكر، وتقدر في الحالة دي إن أنت تتحرك لقدام. آآ العقل هو صاحب التأثير الأول على الإنسان في نجاحه. لو الإنسان ما عرفش يستغل عقله بطريقة مضبوطة، للأسف مش هيروح حتّة، عشان كده في ناس كتير أوي بتيجي الدنيا وتمشي منها بدون تأثير يُذكر، ما فيش تأثير خالص يُذكر. وفي ناس بتنوّر، لإن الفكرة في النجاح هو مش الفلوس على فكرة، الفكرة في التأثير. الفلوس عمرها ما كانت هي الحاجة الأساسية، في ناس كتير أوي معاها فلوس، بس ما عرفوش ينجحوا، وفي ناس معهاش فلوس بس راحوا في حتت بعيدة أوي، ليه؟ لأنهم عارفين السر، عارفين إزاي يقدر يدير عقله لخدمته. ففي الفترة الجاية أنا هادّيكم شوية techniques من الحاجات اللي أنا اتعلمتها، لإن أنا طبعًا كان كل تركيزي إن أنا أتعلم إزاي الإنسان بيشتغل، لإن أنا كان احتكاكي كُلّه مع الناس، فأنا كنت عايز أعرف باتعامل إزاي مع الناس اللي قدّامي، فكنت محتاج أعرف إزاي هُم بيفكّروا، إزاي هُم بينفعلوا، العلاقة ما بين الفكرة والشعور، الحاجات دي كُلّها، لإن أنا كنت بابقى محتاج إن أنا أتعامل مع الناس دي بطريقة معيّنة عشان أقدر أقنعهم بخدمة، أقنعهم بمنتج، أقنعهم إن إحنا نشتغل، لإن شغلي كُلّه ليه علاقة بالcommunication، بالsales، بالmarketing، وناس كتير أوي أنا حتى باتعامل معاها behind the screen بdigital strategies وحاجات كده. فطبعًا الحاجات دي كُلّها بتبقى مطلوب إن أنت تفهم الpsychology بتاعة الإنسان، وتفهم إزاي هو بيشتغل. فطبعًا أنا تعمقت جدًا في الموضوع ده، وابتديت طبعًا على مدار ال25 سنة دول إزاي أقدر أنا أدير نفسي عشان أقدر أوصل الرؤية بتاعتي، أنا عايز أوصل لإيه بالضبط. والحمد لله ربنا وفّقني. فأنا في الفترة الجاية هاشارك معاكم كده إزاي أنت تقدر تدير عقلك وتطوّعه لخدمتك. هاشتغل معاكم كده على هادّيكم شوية techniques وحاجات إزاي تكبّر دماغك، بس تكبّر دماغك مش بكبّر دماغك مش طنّش يعني، لأ كبّر دماغك بجد. إزاي هنكبّر دماغك؟ لإن أنت مهم أوي في الفترة الجاية إن أنت تعرف تكبّر دماغك وتوسّع عقلك، عشان الcompetition هتبقى صعبة جدًا. ال ال في technology مفترسة داخلة علينا، فاللي عقله منوّر هو اللي هيعرف يcompete مع حاجة اسمها AI. الAI اللي هو بي بي كل يوم أنت في advancements بتحصل مش طبيعية، فمش هيُقف ولا هيعرف يكمّل بالذات في الشغل إلا اللي عقله عقل فِرِوِد، حد فاهم. فأنا هادّيكم كده شوية techniques عشان تقدر تعرف إزاي تكبّر دماغك،
واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.